تحت شعار الشجاعة في حفظ القانون ووطنية الإبداع شعرا، تكريما لما تبذله قواتنا الأمنية من جهود كبيرة لحفظ الأمن والاستقرار. كرمت جمعية الأدباء الشعبيين في محافظة ذي قار أعضائها المنتسبين إلى وزارة الداخلية بدرع البطولة والإبداع. الجلال والجمال والسلام والبهاء مقدس يا تراب الوطن والماء يلبيك الجروح رئيس جمعية الأدباء الشعبيين في ذي قار الأستاذ كاظم الفضلي متحدثا: القوات الأمنية لهم دور مهم في حفظ القانون والسلم المجتمعي، ويعد هذا التكريم رسالة مهمة إلى أبناء شعبنا والقوات الأمنية بأن مدينتنا هي الأكثر اطمئنانا وأكثر سموا. تقيم جمعية الأدباء الشعبيين فرع ذي قار مهرجانا بهيجا لتكريم نخبة من شعراء الجمعية أعضاء الجمعية المنتسبين لقيادة شرطة محافظة ذي قار. وتعرف القوى الأمنية الموجودة في محافظة ذي قار لهم دور كبير باستتباب الأمن، لهم حضور مميز على حفظ النظام، حفظ القانون، وحفظ السلم المجتمعي. لذلك ارتأت جمعية الأدباء الشعبيين أن تقيم هذا المهرجان وتسمع ونشنف أسماعنا من القصائد وما يبدعون به شعراء الداخلية. بعدنا على النصر رايات نتعلم، موش احنا ندمج من يطق الماو ولا عفنا الصعاب ونعتني السهلة مثل داعش وحقك لو تجينا آلاف فقط سوق الشيوخ الوحدة. يا دم مسخ الملح يا عشرتك مخوش لو حاتم عدل جا سوى ما سوى ما عدنا. القوات الأمنية هي الجهات المسؤولة عن فرض النظام وحماية المواطنين وتطبيق القوانين في الدولة. لوكالة الرصد بريس، علي البابلي، الناصرية. أخذت من العقيلة الرخصة وتصير آخر ثار كل صوت بظهرها اسمه كنيت قاسمان وفصيلة